شوف، في مباراة هذه على هامش تربص المنتخب الوطني الجزائري في إيطاليا، كان نعطيك معلومة حصرية ولا أحد عنده هذه المعلومة محمد. نعم. كانوا كشافين من نادي كومو تنقلوا خصيصا لمتابعة مباراة المنتخب الوطني الجزائري الثانية أمام الأوروغواي، خصيصا من أجل متابعة أشرف عبادة. نعم، مدافع نادي اتحاد العاصمة. كانوا عندهم تقارير حول اللاعب أنه مدافع قوي جدا، مدافع يستطيع أن يقدم إضافة لنادي كومو. نعطيك معلومة فقط، نادي كومو مرشح في المباراة الأولى كان أفضل، لأنه في المباراة الأولى لعب أساسيا وسجل هدفا. في المباراة الثانية أعتقد لعب ربع ساعة، لعب ربع ساعة، ولكن أيضا قدم ما عليه كظهير أيمن. عندهم تقارير جد إيجابية حول عبادة، وأعجبوا أيضا بمفهوم أنه متعدد المناصب، يلعب كقلب دفاع ويلعب كجناح أو ظهير أيمن في المنتخب الوطني الجزائري. هل من الممكن أن يأتوا إلى الجزائر أمين؟ ممكن، حسب ما أملكه من معلومات ممكن أنهم يربطوا أو يتفقوا مع اتحاد العاصمة أو مقربين من اللاعب على القدوم من أجل مواصلة متابعة اللاعب في مباريات مع ناديه، لأنه مع ناديه يلعب دائما أساسي، يكون عندهم متسع من الوقت أنهم يشاهدوه. ليس مثل المنتخب الوطني مكانته الأساسية في المزاد، ماهوش مؤكد إن كان سيلعب أساسيا. أنا لما جاتني المعلومة، الإنسان هذا في إيطاليا اللي تكلمت معه قلت له مباشرة، قلت له في مباراة الأوروغواي، قلت له نفس الكلام اللي قلته أنت. قلت له لو كان جاوا في مباراة غواتيمالا كان أحسن. قال لي هما قرروا أنه مباراة الأوروغواي هي المعيار الحقيقي، قرروا أنهم يجازفوا بإمكانية مشاركته من عدمها ويجوا يشوفوه في هذه المباراة. لحسن حظه أنه لعب ربع ساعة وكانوا دونوا عليه ملاحظات جيدة، وإحنا نتمنى إن شاء الله أن نشوفوا أشرف عبادة. قلت لك نادي كومو مرشح لفقدان العديد من لاعبيه. أولا مرشح لفقدان المدافع جاكوبو رامون المعار من نادي ريال مدريد، هناك تقارير إسبانية تؤكد نية ريال مدريد استعادة اللاعب. مرشحة أيضا لفقدان لاعبين آخرين في الدفاع، مرشحة لفقدان لاعبين في الوسط الهجومي وفي الهجوم. ونزيد لك معلومة، نادي كومو معجب جدا 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 إبراهيم مازا، ويعتبر حلمه الأكبر من أجل خلافة نيكو باز اللاعب الأرجنتيني المعار أيضا من نادي ريال مدريد، والذي تؤكد كل تقارير أنه سيعود في نهاية الموسم إلى نادي ريال مدريد. ولكن نادي كومو في نفس الوقت شبه متأكدين أنهم من المستحيل أن يحصلوا على إبراهيم مازا، لأنه الكثير من الأندية الكبرى التي تفوقهم خبرة وأموالا تتابع مازا عن قرب، وآخرهم مانشستر